السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي اكلات اختي في المطبخ. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم السمك المقلي المقرمش الجميل، طعمه جميل قوي. يلا بينا نبتدي مع بعض. انا جبت دلوقتي سمك نضفته، هبقى انضفه معاكم في فيديو ان شاء الله. واهم حاجه نغسل السلسله دي كده بضفيرنا كده، نطلع اي دم او اي حاجه في السلسله. شايفين ابيض وجميل ازاي؟ ما شاء الله. معايا بقى التتبيله اللي انا هتبل بيها السمك. معايا راس توم صغيره، معايا قرنين فلفل وعودين شبت بيخلوا السمك المقلي طعمه جميل جدا. معايا عصير ليمونه، معايا ملح وكمون، كمون اساسي في السمك المقلي، ومعايا ليمونه ونص هتبل بيهم السمك ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، هرش عليه شويه ملح كده. اول حاجه رشينا عليه ملح اهو، هنتبله بالملح كويس عشان يتملح ويبقى طعمه جميل اهو. وبعدين انا معايا دلوقتي ليمونه ونص، هحط ليمونه جوه بطن السمكه كده واعصر عليه من بره. مش عايزه اقول لكم الليمون ده بيخلي لحم السمك مسكر وجميل جدا اهو. التتبيله دي كلها انا هحطها في الكبه. بصوا يا حبايبي، انا ضربت الخلطه اهي في الكبه. هنبتدي بقى نتبل السمك. هسيبته يتبل كده ربع ساعه، ما رضيتش اكتر لاني مستعجله. انت عايزه تتبليه نص ساعه ساعه براحتك، مستعجله زي اعملي كده. بصوا، مش عايزه اقول لكم التتبيله دي بتخلي طعمه جميل جدا اهو. وندخل بقى التتبيله في الراس كده من هنا عشان نتبل كل حته فيه. سبت شويه صغيرين هتبله من بره كده. هعمله معاكم ان شاء الله بطريقه جميله واخليه مقرمش وجميل اهو. هسيبه بقى 10 دقايق وهقليه. بصوا يا حبايبي، انا سبت السمك يتبل اهو. معايا دقيق، حطيت عليه شويه ملح صغيرين وشويه كمون واقلبهم على بعض. ده الدقيق اللي هنتبل فيه السمك اهو. هجيب السمكه، اقول لكم اهم اسرار القرمشه بتاعت السمك ايه. هجيبه احطه في الدقيق كده، اغرقه كله في الدقيق كده اهو. شايفين كل حته يكون عليها دقيق، حتى الراس مش جنس الراس اهو. وبعدين وتنفضيه كويس من الدقيق وتحطيه في صينيه ومش تقلي على طول. سيبيه شويه علشان الدقيق يمسك فيه عشان يقرمش. انت لو قليتيه على طول الدقيق هيقع من عليه. ده سر من اسرار قرمشه السمك زي المطاعم بتاعت بره. سيبيه يعرق كده والدقيق يمسك عليه. انا هخلص الكميه كلها وارجع لكم اهو. يا حبايبي، انا حطيت السمك في الدقيق وسبته ربع ساعه كده. شايفين الدقيق لزق على السمك ازاي؟ ده اللي انا عاملاه الاول وده اللي في الاخر. شوفوا الفرق عامل ازاي. انا هبتدي بقى اقلب. اول واحده انا عملتها اللي هي دي. انا معايا طاسه فيها زيت سخن. في تركه مهمه اقول لك عليها في قلي السمك. تحطي نص ليمونه اللي انا استخدمتها في التتبيله وتتبلت بيها السمك، هحطها في الزيت كده. مش هتلاقي اي ريحه زفاره في السمك ابدا، حتى القليه في البيت مش هتلاقي ريحه اي زفاره. الليمونه في الزيت دي بتدي للسمك طعم جميل حتى بعد ما يستوي ان شاء الله. شايفين؟ هبتدي بقى انزل السمك كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي، مش هقلبه خالص ولا هحركها من مكانها عشان ما تتهريش مني. هسيبها لما تاخد لون من تحت وبعد كده هقلبها. وبعد ما نحطها كده ب5 دقايق نخلي النار وسط علشان تستوي من جوه. وكده خد لون ذهبي اهو. هقلبه بقى وخد لون يا حبايبي اهو. من الناحيه التانيه قلبته تاني على اول وش علشان اتاكد ان هو استوى من كل الجهات. بصوا يا حبايبي، خد لون جميل ازاي ومقرمش. هنطلعه بقى على طبق فيه مناديل عشان يصفي الزيت، وهخلص الكميه وهرجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، السمك بيتكلم عن نفسه. لونه جميل ومقرمش وطعمه تحفه وريحته جميله وما فيهوش اي ريحه زفاره خالص. زي ما قلت لكم تتبلوه كويس بالليمون وتحطي ليمونه في الزيت وهو بيتقلى. ريحته جميله جدا وان شاء الله يكون عجبكم. وعملنا جنبه رز احمر اهو. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف ان شاء الله. شايفين شكله جميل وحلو ازاي، والسفره بتاعتنا جميله وحلوه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ولو عجبكم اعملوا لي لايك وكومنت وقولوا رايكم في ايه، وشير للفيديو عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.